معضلتنا في كل دايت العيش، عايزين عيش، الناس بتحب العيش، عايزين نغمس، عايزين نعمل سندوتشات. فما يطلع لنا عيش بالجمال دوت. المؤشر الجلايسيمي بتاعه منخفض، المكونات بتاعته حرفيا سهلة وبسيطة، وهيديني النتيجة القمر ديت. اكيد هنبقى متحمسين ان احنا نعمله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مروه حماد، وهنا مروه كيتو لايف ستايل. والفيديو ده غير مناسب نهائيا للكيتو دايت، لكن هو مناسب للناس اللي بتعمل حميات منخفضة السعرات، والناس اللي عايزة تقلل وزنها وتستمتع بأكل العيش. خاصة مش كله بيحب الشوفان لوحده او الشعير لوحده. في ناس كمان عندها حساسية جلوتين، فانا قلت اعمل ميكس. هنشوف الميكس دوت عامل ازاي. وكمان هو غني جدا 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 بالاوميجا 3. دي معلقة كبيرة من بذور الشيا، ومعلقة كبيرة من بذور الكتان، وحطيت معاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وميزة الخميرة هنا ان هي بتحسن لي الطعم بتاع الخبز، لان انا ما احتجتهاش عشان التخمير. انا ما سبتش الخبز دوت ان انا اخمره او ان انا اعجنه عجن بالطريقة العادية. طبعا ما ننساش الملح، بستخدم ملح منخفض الصوديوم زي دكتور سولت او ملح الهيمالايا. ما حطيتش مع الخميرة ديت عسل او سكر عشان ان هي تتفاعل وتديني افضل نتيجة. استخدمت عن ميكس من 3 انواع من الشعير، قصدي من الدقيق. اول واحد كان دقيق الحبة الكاملة، واخدت منه نص كوباية. واستخدمت دقيق الشعير واخدت منه نص كوباية، ودقيق الشوفان واخدت منه نص كوباية. لو قارنا بال3 انواع من الدقيق دول، فدقيق الشعير فيه الياف كتير جدا، طعمه حلو والقوام بتاعه كويس في العجن. لكن مش كل الناس برضو بتستظرف الطعم بتاعه. لكن في ميزة حلوة جدا ان هو منخفض جدا جدا على المؤشر الجلاسيمي بتاعه، فده بيخليه ان هو ممتاز لمقاومة الانسولين. دي الحبة الكاملة. السكر بيرفع السكر في الدم نسبيا، تمام، اسرع من الشعير ومن الشوفان، لكن ممتاز للشبع وللهضم ولطعم الخبز العادي، طعم الخبز اللي احنا متعودين عليه. بالنسبة لدقيق الشوفان فهو مليان بروتين وألياف قابلة للذوبان، وبرضه منخفض زي الشعير في المؤشر الجلاسيمي، ومناسب للهضم وبيزود الإحساس بالشبع. أنا خدت كل دول كوباية ونص مختلطة من الدقيق معاهم البذور اللي احنا حطيناها، وحطيتهم في الخلاط مع كوبايتين 2 مية. مروة انت ما نقعتيش البذور؟ انا ما نقعتش البذور لاني هسيبها دلوقتي تاخد وقتها تماما جدا جدا جدا، لغاية ما القوام بتاع السائل بتاعي دوت يتقل شوية. يعني سيبيها من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده هضيف المكون الأخير معايا، والمكون دوت هو اللي هيديني. أنا زودت نص كوباية من المية لأن حاسة إن هي محتاجة مية كمان. وكده كده المكونات كلها هتكون موجودة معاكم في صندوق الوصف والسعرات كالمعتاد. احنا الأول كنا بنكتب المكونات بس، دلوقتي بقينا نكتب القيمة الغذائية كمان والسعرات. فأتمنى إن انتوا تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم عشان نستمر في تقديم الوصفات مفيدة لينا وليكم جميعا بأمر الله. دلوقتي اتبقى المكون الأخير اللي أنا هحطه، وهو هيكون معايا قشور السيليوم أو الإسبغيول أو بذور القطونة المطحونة. طيب، ايه البديل بتاعها للناس اللي مش بتحبها؟ البديل بتاعها بدل ال4 معالق دول اللي احنا حطيناهم، نحط بدلهم 4 معالق بذور كتان مطحونين. البديل بتاعهم ان احنا نحط 3 معالق كبار، 3 مش 4 معالق طحينة. البديل بتاعهم ان احنا نحط جبنة، لكن انا كنت عاملة الخبز دوت مفيهوش اي نوع من انواع الالبان او البيض. تمام. كده انا قلبت طبعا قشور السيليوم، هتخلي القوام اتقل زي ما انتوا شايفين كده. هو شويه كمان وهنلاقي القوام بقى اتقل بزياده، بقى عامل زي عجينه اقدر ان انا اشكلها. بيزود الشبع جدا جدا، مفيد للقلب والكوليسترول، بيساعد ان هو ينقص الوزن، مفيد طبعا للهضم وللقولون، بشرط ان احنا بنضيف كمية مية مناسبة. في الوقت دوت انا سخنت الفرن، انا دهنه ايدي بمسحة من الزيت، يعني هي اتدهنت وانا بمسح الصينية. طبعا انا عايزة اقول لكم ان صينية تكون غير لاصقة، والافضل ان احنا نحط ورق زبدة نمسحه برضه بزيت، زيت زيتون بقى، زيت نباتي زي ما تحبوا. واحنا بنشكل بنخلي القطع بعيدة عن بعضها، حرفيا هما لزقوا مني، وانا بقى يعني قصقصتهم قبل ما اطلعهم في التصوير الاخير.
ودي قطعة أنا هافردها على شكل رغيف، مش باسيبه وقت تاني إن هو يخمر ولا أي حاجة خالص، كل الحكاية إن الفرن يكون سخن. التركاية اللي بتخلي الناس تتضايق من خبز فيه قشور السيليوم التسوية بتاعته، على الوش حط أي نوع من أنواع البذور اللي تحبيها، عشان أنا هقولك على أفضل طريقة للتسوية طلعت معايا الخبز ممتاز بفضل الله سبحانه وتعالى. الفرن سخن جدا، قبل ما احطه حاطه صينيه فيها ميه من تحت، ما فتحتش عليه الباب، سبته 40 دقيقه كاملين، ما فتحتش عليه باب الفرن، سبته وطلعت مش من عادتي صراحه، فانا نزلت يعني رحت الجيم وجيت خلاص بقى فتحت باب الفرن كان بارد، فاداني النتيجه الروعه دي. بص قد ايه هش مجوف من جوه مليان فراغات، طعمه حلو جدا 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 كالمعتاد. وانتوا عارفين انا مش بنزل وصفة خبز غير لما اكون جربتها وعارفة ان هي تنفع ان احنا نخزنها في الفريزر او في التلاجة على الاقل، ان احنا نستخدمها اكتر من مرة. مش وصفة خبز ان انا هعملها اللي هي مش هقدر اخزنها، مش هقدر استقبل الطعم بتاعها. فده جربوه على ضمانتي. ايه البدايل اللي احنا لو مش عايزين نحط قلتها لكم كلها في الفيديو، هتلاقوا وصفات كتيرة قوي لينا وفيديوهات تعليمية مخصوص للخبز، ليه الخبز بيفشل مني وليه افضل بدائل للدقيق في خبز الكيتو. زي ما انتم شايفين وصفات كتير ما شاء الله كنا عاملينها، وصفات فيها بيض ووصفات ما فيهاش، وصفات بدقيق جوز الهند او دقيق اللوز، ووصفات اقتصادية جدا جدا. اهم حاجة بس لو انتوا كيتو دايت استمروا عليه، كيب اون استمروا عليه، لان هو ده افضل نظام تخسيس وافضل نظام بيدعم الصحة وبيحافظ على الجسم ضد الالتهابات. دي نصيحة حد بيقولها لكم طلع من الكيتو وزي كأنه اتعمل له سحر اسود مش عارف يرجع له تاني، فحقيقي هو افضل حاجة انا جربتها. كل الصحة والعافية وراحة البال يا رب، اللهم امين ليا وليكم ولكل متابعينا وحبايبنا، اللهم امين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين.